قول لنا بقى يا هندسه ايه المشاكل اللي بتقابلنا في الفتيس السي في تي اللي هو عامل ضجه كبيره قوي، الناس كتير قوي بتشتكي منه. ممكن طيب. هتشرح لنا بقى عملي؟ مبدئيا كده ده الفتيس بتاعنا. حلو. تمام كده. هنتكلم عن المشاكل بس الاول اللي هي العامه اللي موجوده. تمام. رقم واحد، كان في عيوب صناعه في فتيس العربيه دي. حلو. من موديلات تقريبا 20 لغايه اول 21. جميل. بعد كده لما بداوا يعدلوا الفتيس او يعدلوا المكنه من الاثنين موبينه للاربعه موبينه، غيروا في تفاصيل الفتيس. ده الكلام ده على الاريزو. على الاريزو من اول نص 22. طيب. طيب. احنا عايزين نتكلم برضو بصفه عامه على بعض، يعني ايه، على اي فتيس سي في تي برضو. طيب، هو عامه مشاكل السي في تي عامه بيبقوا حاجتين. اه. اول حاجه عيب استخدام. تمام. تاني حاجه تاخير في تغيير الزيت، اللي هو جميل. التاخير في مواعيد الصيانه. حلو. اما الاريزو بقى كان ليها حاله شاذه. قول لي بقى قصه الاريزو ايه؟ زي ما قلنا، رقم واحد في موديلات كانت نازله بعيوب صناعه. ماشي. رقم اتنين، لما بداوا يعدلوا الموتور من 2 موبينه لاربعه موبينه، بداوا يغيروا في تفاصيل الفتيس. زي لا، زي دي بقى في الكواليتي الداخلي، شكل حلو. علبه البلوف، شكل ترمبه الزيت، شكل حلو. سير الكتينه ومقاسه، حلو. شكل الدرامات، ظبطت. تفاصيله بقت مختلفه. تمام. لما ظبطت بقى، خط الانتاج راح عامل ايه؟ راح إيه بقى؟ مخرج الفتيس ناقص زيت. يعني العربيه كانت بتنزل بفتيس ناقص. ناقصه زيت من نص كيلو لتقريبا الناس وصلت لكيلو وربع وكيلو ونص. اوبا. فبدانا يبقى الفتيس ما فيهوش مشكله، بس ناقص الزيت مع حلو. الاستمراريه في المشي يولد مشاكل. جميل. هنزود عليهم بقى تالت حاجه برضو، قله خبره العملاء واللي سايقين العربيه فبيتاخروا على الزيت. رقم 4، التعامل الشخصي مننا احنا شرس. كسائقين مع الفتيس. الفتيس ده ما بيحبش ابدا القرص. ابدا ابدا ابدا، ولا الخروج المتسارع ولا الكلام ده كله، يحب الخروج واحده واحده وعلى الطريق ياخد سرعته براحته ويديك اعلى كفاءه، ولا بيقل من اي حاجه معاك. يعني انت شايف ان دي معظم العيوب اللي ظهرت في الفتيس بالنسبه للعربيه الاريزو في الموديلات الحديثه كانت بسبب سوء الاستخدام اكتر من اي حاجه تانية، او سوء اللي هو اللي نازل من غير زيت كفايه. لا معلش انا اسف. رقم واحد زي ما قلنا، اللي كان فيه عيوب صناعه في موديلات معينه بقى. نزلت كتير، ما ماشي في الاول. عشان كده العيب انتشر. حلو. عشان كان عدد العربيات كتير. حلو. لما بدأوا يعدلوه، بدأوا يخرجوا الفتيس ناقص زيت. تمام. تالت حاجه بقى، ده العيب بقى في السي في تي عامه مش في الاريزو. أيوة، بس هو ده. عيب استخدامنا احنا. الاستخدام اما هو الشرس. الفتيس بالعكس، الفتيس كفء جدا، الفتيس بينقل لك كل النقلات موفر للوقود جدا، وبينقل كل بسلاسه، ما بيأخرلكش في نقله زي الكلاتشات. صح. بالعكس، خروجه حلو، خروجه ناعم. صح. ما بيخرجش برعشه في العربيه، ما بيخرجش بترزيعه في العربيه. تمام. بيخرج ناعم جدا. احنا اللي عملناه بس في الاول غلط. مواصفه الزيت بتاعه الفتيس السي في تي مهمه اللي هم يلتزموا بيها كل عربيه حسب. جدا 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 جدا، مالهاش علاقه باسم الشركه. انا استخدم زيت سي في تي فقط لا غير. حسب بقى في NS3. ده في الاريزو. لا، ده في كل الموديلات السي في تي. اما في الاريزو في الاثنين موبينه بنستخدم الاس بي 3، وفي الاربعه موبينه بنستخدم السي في تي. لا ثانيه واحده بس، قول. في عربيات بيبقى ليها مواصفه تانية غير اللي انت بتقولها دي. لا، إن التيجو هي عندي في بتاخد السي سي في تي ان اس هو 3. ما هي الدنيا مش تيجو اريزو. بنتكلم على كل السي في تي عامه. هو عامة. بياخد نفس المواصفه في الاول سي في تي، وبعد كده بنيجي بقى نختلف في الان اس 3 أيوة، او اي كواليتي بالظبط تاني او كده. اي مواصفه تاني. بالظبط. الشركه محددها في الكتالوج. بالظبط ده كده. كلام محترم جدا وكلام صح. ربنا. عندنا بقى من ضمن بقى العيوب الشائعه اللي احنا دي علبه البلوف بتاعه العربيه. علبه البلوف دي يعني ده ايه؟ ده العقل الجزء الخارجي ده. ده العقل اللي بيوصل كل الغيارات ببعض ويخلي العربيه تنقل بسلاسه. جميل. عندنا بقى في الاثنين موبينه اللي العقل ده دايركت ورا الكارتيره بتاعه الزيت مباشره. حلو. فاي صدمه لا قدر الله بتيجي في الجزئيه دي، زي الشرخ اللي موجود هنا دلوقتي ده، ممكن ياثر على علبه البلوف، يطيرها. فده برضو من ضمن العيوب الشائعه في العربيه دي. جميل. بس ممتاز. وطبعا مكلفه جدا علبه البلوف دي، واوقات كتير في موديلات الاربعه موبينه مش موجوده. ودي وسيله الحمايه بتاعتها تركيب مصفحه، صح؟ برضو من ضمن الحمايه. الى حد ما. من ضمن إلى حد الحمايه. ما. الفيشه دي فيشه تيك. دي فيشه البلوف. دي فيشه حساس الفتيس، حساس الضغط. حلو قوي. دي كده الاربع بلوف بتوع العربيه. جميل. ده اللي بيخلي الغيارات تنقل بسلاسه من 1 و2 و3 و4 لغايه 7 غيار. بتعرف تصلح الفتيس السي في تي؟ لغايه دلوقتي مفيش متخصص عندي في المركز، بس انا بقدر ان انا افكه وابعته يتصلح. تمام. وارجع انا اقفله تاني أحب مكانه أنا الناس بضمان انا احب الناس المتخصصه واللي بتلتزم بوعودها. والصراحه حلوه. ايوه ده احلى ما كلام. انا هقول حاجه بعرفها وانا ما بعرفش. الله ينور. حبيبي. ربنا يبارك لك. حبيبي ويكتر نورتنا من امثالك. نورتنا جزاك الله خير. ربنا نورتنا. يستر.